انا بعدا ما عمرني حسيت بالفقراء، يعني كنصوم ما كيجينيش هذاك الاحساس ديال انني كنحس بالجوع ديالو. رمضان جا باش يفكرنا بان احنا الصفات ديالنا ابشع من الشيطان. رمضان مبارك سعيد على جميع الامه الاسلاميه. واول حاجه غنطرقوا لها هي الغايه من رمضان. انا من اللي عقلت على راسي فاش كنجي نسول على الغاية ديال رمضان، الجواب اللي كيكون هو باش نحس بالفقراء. كاين اللي كيقول الجواب الثاني، كاين اللي كيقول باش تولي تكونترولي زعما الشهوة ديالك. ولكن فاش كتجي تشوف كتلقى بزاف الناس الغاية ديال رمضان ما تحققاتش بالنسبة لهم، يعني كيبقاو نفس المشكل. انا بعدا ما عمرني حسيت بالفقراء، يعني كنصوم ما كيجينيش هذاك الاحساس ديال انني كنحس بالجوع ديالو. ممكن نقول واحد الفكره انه في حد ذاته انك تقول احساس بالفقراء هو مغالطه، لانه الا انت غتحس بالفقراء، الفقير بمن غيحس؟ تا هو كيصوم. فقير تا هو كيصوم بمن غيحس؟ بشي فقير اقل منه. كاين اللي ما لاقي حتى ما ياكل، رمضان ما كيحسش به. كتقول ليه انت صوم باش تحس بالفقراء، ما تبقاش تفسر شي حاجه ما قالهاش الرسول صلى الله عليه وسلم. جيتي تاخذ بالمعنى ديال الصوم باش تحس بالفقير، راه الفقير ديما ما لاقي ما ياكل، هو بمن غيحس؟ كاين اللي اصلا حياته كامله صايم، رامي، هو ديما صايم، عنده وجبه وحده في النهار حتى كيجي من الخدمه بالليل عاد كياكلها، او لا كثر، هو كيصوم مع اليهود، هو كاع تيصوم 12 ساعه. ما كتلاحظش واحد القضية ان في رمضان بنادم الذنوب اللي كان كيديرهم قبل رمضان هما نفسهم اللي كيديرهم في رمضان، يعني بعض الخطرات كتحس باللي تزادوا كتر، كتولي مضاربة، كتولي كنلاحظ الشفرة انه في رمضان كتكون. عاد كيوليو المشاكل كثار، عاد كيولوا مدابزه كثار، عاد كيتزاد، لان هادشي كيعني ان النفس ديالنا اخبت من الشيطان. لان حنا كنعرفوا انه الشيطان يسجن في رمضان، على اي كنآمنوا ان الشياطين ما كتوسوش الانسان في رمضان. ولكن الا كان الانسان كيدير هذا الخبث كامل بلا شيطان، اذا الانسان اخبت النفس ديالو، اخبت من الشيطان. كيف ما قال الله عز وجل ان النفس لامارة بالسوء. واخا تكون امام، تكون ما عمرك تقول لا انا مربي، انا لا نختالي بمرأة، لا نتحكم في راسي، لا ما كاينش. لذلك ما تثقش في راسك، ما تقولش لا انا راه متحكم في راسي. لذلك ربما جا باش يفكرك انه واخا بلا شيطان كنتي غتسفك غتسفك وغادي تفسد. كما قلتي ان رمضان كيبين نفس البشرية ديال بصح الحقيقة ديالها وهنا، ولكن في نفس الوقت كيبين واحد الجانب اخر من ديال رمضان اللي هو ان الانسان كيقدر يدير بزاف ديال الذنوب، كيوصل حتى رمضان تما كيستشعر وجود الله. ما كنلقاوش مثلا واحد كيقدر يتخبى وياكل مع انه حتى واحد ما كيشوفه، ولكن في بعض الاعمال الاخرى كيقول لك حتى واحد ما كيشوفني وكيقدر يشفر يقدر يظلم ويقدر يتعدى وكذا. ولكن في رمضان فجأة كيحس بلي ان الله كيشوف. هنا فين كاين المشكل؟ واش الخلل فينا ولا في الفهم ديالنا لرمضان؟ فين كاين المشكل؟ هو عجيب هاد المفارقة السكيزوفرينية اللي طرحتي. أنا الإنسان كيحس أنه كتولي عليه الرقابة كتر غير في رمضان، في حين أن الرقابة عليك العام كامل، ديما الله كيشوفك. عظموا الشعيرة، فعلا مزيان تعظم كيف قال الله عز وجل، نعظموا الشعائر ديالو، ولكن ماشي على حساب الصلاة اللي هي أول حاجة كتحاسب عليها في القبر. فهمتيني؟ وإذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قال قاتله فليقل شنو؟ إني امرؤ صائم. ماشي تنوض هز جنوي تقولي أنا مقطوع، أنا مقطوع، قطعني كذا. ماشي هضرة هذيك. ما تبقاش تلوح الفشل ديالك والغضب ديالك على عباد الله، انت اللي مسؤول. فإنه فلا يرفث ولا يسخط. حتى في الصالة، الا قلبتي في احاديث ديال الصالة كاينين كيفاش كيذكرها كيبين انها
زعما في الحجم ديالك تبين اكثر من الصيام، احاديث ديال الصيام. ومع ذلك الصيام كتلقاه مقدس اكثر من الصلاه ولا من الزكاه ولا من الاعمال الاخرى. انا كيبان لي هي ماشي مشكل في ماشي مساله احاديث هي مساله ثقافه، كيفاش ورثنا الصيام. شي امثله مغربيه كتبين الصيام على انه اعظم من الصلاه. بحال مثلا فاش كنا كان الذي لا يصوم كيستهزئوا به. انا عمرني ما شفت واحد كيستهزئوا به حيت ما كيصليش. كان مثلا من غير اننا القوانين المغربيه اللي كتعاقب على اللي ما كيصومش. اما الصلاه راه ما كيهمش شكون كيصلي، راه الناس الكبار هما اللي كيصليو. ولكن في الصيام فاش كنا صغار ديما بيناتنا كنقول وري لسانك نشوفك واش الصايم، زعما كتبين انك راه كبرتي وليتي واعي بكذا. وحتى كنقول واحد المثل كنقولوا فيه راه الصيام كيخرج في بنادم، يعني كتبان ان الصيام بصح عطينا واحد الطابع اللي اكبر، ولينا كناخذوه من الامثله اكثر من اننا كناخذوه من ديال واش كلنا كنصوم، واش الصيام ديالنا صحيح ولا ماشي صحيح. هذا موضوع كلاسيكي بزاف ديال الناس اللي كيبغي يهضر على رمضان كيقول لي كيبدا يهضر واش انت صايم بصح ولا صيامك غير تقليدي. انا ما غاديش بطبيعه الحال بغيتي تعرف راسك واش صايم ولا ما صايمش، راه غادي الشروط ديال الصيام ما عندهمش علاقه بشي لحيه قالهم لك باش تعرف. بدا يقول لك الريحه العطر كتفطر، اذا غنيتي مشالك الغايه من الصيام انك تمسك نفسك عن الشهوات وبدنك عن الشهوات ولسانك تا لسانك تا هو وعينك كل شيء. الروح ديالك كتصوم. لذلك راه الامور واضحه. انا بغيت غير ما نطرقش للموضوع الكلاسيكي ديال واش الصيام ديالك صحيح ولا لا، لان غير انك تعذبتي وتمحنتي، راه غير الله كيشوف الاعمال ديالك، النيه انك تمحنتي بقيتي فهمتيني درتي اخطاء ولكن انت راك صايم نهار كامل، ما يمكنش الله يعطيك الصفر في النقطه. فهمتيني الله عز وجل كيرأف بالعباد ديالو. صوم ودير النيه وان شاء الله من هنا قدام راه بسبب الصيام غادي تقطع بزاف ديال الموبقات كدير. راه بالنسبه لي انا كاين الناس اللي ربي قابل ليه ما يصومش، لان فاش ما كيصومش كيبدا يضرب عباد الله وبدا يسب عباد الله يقول لك انا صايم. انت عندك الاجر لا ما صمتيش، انت العكس، انت محسوب مع الناس اللي غادي للجنه بلا ما يصوم. راه الغايه خوتي، الغايه عباد الله راه ماشي هي تصوم وتضرب عباد الله بالجنوي وتحبس راسك الكارو لانك حشمان يشوفك صاحبك ما صايمش وتولي ضحكه في الحومه. ماشي هذه الغايه الدراري. الغايه هي تصوم انت بينك وبين الله عز وجل. ولكن واذا كان ضرر راه الله ملي تقول لك فمن كان مريضا او على سفر راه ماشي غير هاد الاسباب فقط. راه كاين اللي كيتعصب مريض حتى محسوب في المرض، لك انت كتعصب راه محسوب مريض، انت ما تصومش تسجن وبدا تخسر عباد الله وكتبقى ساعه قبل الفطور نبداو نسمعوا الموسم. الدراري اتقوا الله، اللي تيكمي ما يصومش. انا ماشي كنحرض الناس ما يصوموش، ولكن تمحسوب مع من كان منكم مريضا، تحسوا مع الناس المرض. فاش بحال كاين واحد الحديث كيقول فيه زعما بمعناه ان كاينين الناس غير كيجيو راسه، ولكن كانه ما فهمش الغايه ديال الصيام، غير كيجيو راسه ويوهم نفسه انه صام، ولكن باش صام عن المأكل والمشرب. اما ان الصيام كيبان انه شويه اعمق من انه غير ماكل وشراب. يعني اذا ما كنتيش غتكون الاعمال ديالك مختلفه على الايام الاخرى من غير رمضان، راه شنو هو البليس اللي ضاف لك رمضان؟ الا كنت غادي دير ولا غتولي اسوء، حيت الناس كنشوف انا الناس كيوليو اسوء في رمضان. يعني شنو الفائده؟ والاعمق في الاسلام هو ان كيقول لك احسن واحد الحديث اخر اللي المعنى ديال ان احسن الناس هو الذي الناس كف يده ولسانه عن الناس. زعما هذا هو. الا كنتي غتصوم وتخلي الصيام مبرر لك باش دير
انا كنت فاهم ان بنادم فاش ما كياكلش ونقص فهمتي في الماكله كينيرفي كتر، ولكن باش توصل للمرحله ديال الصيام بصح بنادم صام ديال بصح يعني وقدرتي زعما تكونترولي راسك، راه بصح وصلتي للمرحله ديال الصيام. زعما بنادم راه صام هنا. الصيام خص يكون طريقه لينا باش نتعلموا، حيت الا ما كنتش غتعلم في رمضان امتى غتعلم؟ رمضان هو مدرسه خصك تخرج منها مختلف، حيت بنادم كيجي رمضان كل مره في العام كيجي بحال هكا، ومع ذلك بنادم انسان ما كيتبدلش. يعني امتى غتبدل؟ انا كيبقى هو نيت، كيبقى العام اللي جا كيلقاه كيخرج رمضان يعود الى عاداته القديمه. واحد المسألة مهمة ما نساواش، ان الانسان في طبيعته راه ما كانش كياكل ثلاثه الوجبات، راه غير وما كانش كيضرب قهوه خص نيسيساري باش يشرب اتاي ولا باش يكمل في الصباح. كان مجموعه من العادات اللي ولات داخله لينا في احتياجاتنا الاساسيه في الحياه، خلت الانسان الا قطعها كيولي منرفز. هادشي ما عندوش علاقه بان فعلا ملي كتقطع الماكله واحد المده كيولي عندك كتولي معصب، لكن يوجلي في واحد المده طويله. لكن الانسان اعتاد اصلا في حياته اليوميه انه كياكل ثلاثه المرات، كيفطر وكيتغدى وكيتعشى، وكاين اللي ربعه كاع كيدير كاسكروط عاد كيتعشى. لذلك واحد العادات غذائيه اللي ولات داخلين في احتياجات الاساسيه في الحياه، خلاتنا الى قطعناها كنوليو بحال المدمنين، بحال القطعه ديال شي واحد مدمن. لذلك حتى الناس اللي كياكلوا مولفين هاد الوجبات حتى هو راه كيحس بالادكشن، كيولي مدمن وكيحس بالقطعه ديال واحد كيكمي كارو ولا كيدير شي موبقات اخرى. بحال هاد القضيه ديال كتأدي لان العكس، هذاك الغايه من رمضان كتولي معكوسه. بحال مثلا بنادم الوزن ديالو كيزداد في رمضان، منطق استهلاك كيتزاد. تصور في رمضان الاستهلاك كيتزاد، في بلاصه ما نتحكموا في الشهوه ديالنا لا كنزيدوا نتشهاو وناكلوا بزاف، ناكلوا داكشي اللي ما كناش كناكلوه خارج رمضان. يعني كتلقى ان كاينين امور معكوسه في رمضان بواحد الطريقه غريبه. شهر العباده كذا، لا هو شهر التلفازه وشهر هو في الشهر وقع اللي كيتسالك فيه مشاهده الاعمال اكثر من قبل رمضان. يعني بزاف ديال التناقضات كيوقعوا في رمضان، ما القضيه ما مفهوماش. في القانون الجنائي اللي كيقول كل من عرف باعتناقه الإسلام وجهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي يعاقب بالحبس. اول حاجه انا ارى المساله هي مساله نظام عام. غنقول لك علاش. لانه حمايه لك. والدراري اللي ما فاهمش النظام العام انا نشرح لهم النظام العام. النظام العام هو كل ما يكون المجتمع من دين، تقاليد واعراف معتاد عليها الناس، وبطبيعه الحال الاطار التاريخي اللي كيكون الدوله. وبالتالي انك لكليتي في الزنقه راك كتعرض راسك للخطر. بمعنى انت غتقول لي انا حر، فعلا هي داخله في الحريات وحريه المعتقد، متفق معاك و2025 وكذا، لكن النظام العام احيانا خصك تحترمه، لانه ماشي قضيه الدوله غتعاقبك ولا لا، لانك انت غتقدر تتعرض للخطر من عند الناس ملي كتاكل حداهم هم يرونه استفزاز، يرونه انه انك لا تعظم شعائر الله وانك تستفزهم في عقيدتهم. نعطيك مثال باش تجيك واضحه، عشان انا عارف انه غيقول لي شي واحد اش من استفزاز، هو راه غير كياكل. وكاين اللي غيقول لي لا راه كاين اللي مريض وخصو. انا ما كندويش على الناس اللي مراد خصهم يشربوا الدواء، كندوي على واحد بغى يفطر، هو بغى يفطر حر. لكن من جهه اخرى انا غنعطيك مثال وغتفهموني. لنفرض في اوروبا بعض الدول منعوا النقاب. لماذا؟ لانك تستفزهم في النظام العام ديالهم. غتقول لي لا راه هي حره تلبس اللي بغات. لا سيدي، في بعض الدول الاوروبيه يرون النقاب
لانه اهانه للمراه، وبالتالي ممكنش تمشي تما وديري النقاب وتقولي لا حريه المعتقد حريه كذا. لا، كاين نظام عام، خصنا نحترموا الاعراف ديال ديك الدوله اللي عايشين فيها. وبالتالي ما يمكنش نمشي تما نمشي مثلا كيف ما العكس تا هو صحيح ان وحده مثلا اوروبيه تجي هنا تقول لك انا عايشه مثلا في الدنمارك ومثلا نقدر نمشي عريانه ولا نمشي الجسد ديالي عاري بواحد الشكل، فهمتيني غتتعرض للخطر هنا في المغرب. وبالتالي مسألة الاحترام العام تحمي المواطن أكثر مما تحمي العقيدة، لأنها غتعرض للأذى. اللي خصك تمشي مع النظام العام. العامة كلها في المغرب ضد أنك تفطر في رمضان، وبالتالي احترم سيدي، احترم الناس. وعلاش هاد الاستفزاز ما كيكونش في الصالة مثلا؟ علاش ما يقولش واحد مثلا غادي للجامع كيصلي ويقول واحد كتستفزني، علاش حتى ما تمشيش تصلي؟ اخبارك المغاربه كيشوفوا رمضان على انه ان الصيام اعلى من الصلاه. المغاربه هم اكبر اكثر شعب يقدس رمضان اكثر من اي اكثر من اي عباده. احنا حتى في رمضان عاد كيعمروا الجوامع، عاد كيمشي بنادم يصلي، عاد الانسان كيبدا يبغي يتقرب الله. ولكن كيسالي رمضان انسان يعود الى ما اعتاد عليه. وبالتالي خصنا نراعيو مسألة الشعوب. احنا شعب يحب رمضان اكثر من اي عبادة. هل هو واش صحيح ولا غلط؟ It's depend, I don't care. انا ما غاديش نقول لك لا وهذا غلط وهذا صحيح. احنا كنشوف المجتمع كيفاش كيشوف رمضان. نحن نقدس رمضان حتى اكثر من الزكاة. يقدر بنادم ما يصليش ولكن كيصوم، يقدر بنادم شفار ولكن كيصوم، يقدر سكيري كيصوم، وسكيري كيقطع الصار كيقطع الشراب كاع قبل رمضان ب40 يوم. كيقول لك لا كيبقى في الحلق. علاش ما كنربيوش ولادنا على ان رمضان هو مساله بينك وبين الخالق ماشي بينك وبين العبد؟ لذلك التجرد من المنافسه ومن التباهي هي اللي تخليك تشوف رمضان والغايه ديال رمضان. كاين حتى مساله ديال ان رمضان كيغفر الناس كيتغفر لهم الذنوب، هي بحال الفكره ديال الحج، ندير الذنوب ونهار يجي رمضان راه الله يغفر لي. داكشي علاش بزاف الناس كيف ما كان المعاصي اللي كيدير كيجي رمضان خصو يلتزم به، صافي راه هو اللي غيحيد لي الذنوب فهمتي في بلاصه الحج. ومن بلا ما نساو ان القانون المغربي ساهم في ترسيخ فكره ان التقديس ديال هذا الشهر. وهنا كاين واحد السؤال، ماذا لو لا خلينا الناس تصوم ويديروا اللي بغاو بحال تونس؟ حيت الغريب في الامر اننا كنستهزئوا، الناس كيستهزئوا بتونس على انهم ما كيصوموش، ان اللي ما كيصومش معيوره هنا ساهمات. سير نتوما انت ما كتصومش، سير يا واكل رمضان. ما عمرنا ما قلنا سيريا اللي ما كيصليش، سيريا اللي ما كيزكيش، هذه ما ماشي معيور. معيوره هي ما تكون ما كتصومش. هنا ترسيخ. ولكن تصور نفترض اننا ولينا بحال تونس كما سيقول قائل والعياذ بالله، نديروا افتراض درنا نديروا بحال تونس والناس تصوم، اللي بغى يصوم واللي مبغاش ما يصومش يصوم، شنو غيوقع في نظر؟ واش توقع شي فتنه ولا كذا؟ انا نذكر بالنسبه لي انا كنظن ان هاد القضيه فيها جوج امور يقدروا يوقعوا. كاين واحد القضيه اللي مزيانه تقدر توقع، غنتهناو من المشكل ديال المضاربات في الزنقه. هنا سيظهر الخبيث من الطيب، غيبان الشخص اللي كيصوم بصح حيت هو كيعتقد انه ركن من اركان الاسلام وانه خصو يصوم، وغيبان الناس اللي كيصوم غير حيت الناس فهمت كيشوفوه، لا غير حيت القانون. يولي اللي بغى يدير بغى يصوم واللي مبغاش يصوم. هذا المشكل ديال الناس تولي تعصب في الزنقه ومطايفات والجرائم ما تبقاش يكفر. غير هنا المشكل اللي غيولي التهاون. كيف ما وقع للصلاه الناس ولاو كيتهاونوا، ولا حتى في الزكاه انا ما عرفتش واش اصلا كلشي كيزكي ولا لا، ولا تهاون. علاش؟ حيت ولات واحد في المجتمع ولاو الناس كيشوف فاش كيوليو هذا كيدير هذيك الحاجه والاخر ما كيديرها، صافي كتولي ماشي مشكل. هنا فين يوقع في الصيام يوقع في هذا المشكل ديال الناس غيوليو يتهاونوا. هي بصح غنتهناو من شي
مناظر في رمضان، ولكن في نفس الوقت غيوليو بقى الناس قلال اللي غيوليو يصوموا. وهنا فين غيبان الشخص اللي كيصوم ابتغاء مرضاتي من الشخص اللي كيصوم غير حيت المجتمع فارض عليه واحد الفكره خصو يصومها، وحيت المجتمع داير كذا. الغريب في الأمر أن لماذا نطبق إلزامية أو لا إلزامية الصيام ولا نطبقها في بعض الشعائر الأخرى. مثلا لماذا القانون المغربي مثلا منع؟ قال لك لأنه احتراما لمشاعر الصائمين. في القانون الجنائي الفصل 222 كيقول لك حبس من 6 شهور من شهر إلى 6 شهور وغرامة مالية لأي واحد أفطر جهرا في رمضان. علاش هذا القانون كاين في حين أن كاين عبادات أخرين تضر وتجرح وتمس بمشاعر المسلمين؟ هو أقرب مثال للصيام هو الصلاة. ما كيتسافش الانسان زعما فاش كيشوف واحد مثلا هو غادي الصلاه والاخر ما كيصليش، كيستفزو غير واحد كياكل. هذا كيعني ان الانسان ما كيقدرش فاش هذوك 7 ايام ديال شوال هذوك لا يستفز. زعما فاش كيشوف الناس واكلين وهو صايم لا يستفز فقط في رمضان. داكشي علاش انا بالنسبه ليا وهي الجانب كما قلت ان القانون الا افترضنا ان ما بقاش عقاب وكتا ولا اي واحد بغى ياكل في نهار ديال رمضان ياكل، رغم انه واخا القانون يدير هذه القضيه حتى واحد ما غيتجرأ حيت يولي قانون ديال بنادم كيبغي يطبقه بيدو. يشوف شي واحد كلا جهران هو غيبغي يتضارب معاه، انت كدير منكر في منكر. ولكن الى مثلا ما بقاش هذا المشكل كذا غيولي فقط تهاون. ولكن ايجابيه انا بالنسبه لي اللي اهم هي نعلم الخبيث من الطيب والطيب من الخبيث، وغيتغربلوا بنادم وتهنى من الصداع.